السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة أنا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين حالة السميد التركية، وصفة جميلة جدا جدا وهتعجبكم جدا. وكمان بسيطة، مش بتاخد منها وقت، وكمان مكوناتها بسيطة جدا جدا وموجودة متوفرة في كل بيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول خطوه معايا زي ما انتم شايفين، معايا هنا طاسه على النار هنزل فيها بتلت كوب زبده. زي ما انتم شايفين هبدا اسيحها. ساحت معايا خلاص، هبدا اضيف كوب ونص سميد وهقلب بالشكل ده. هستمر في التقليب لحد ما تاخد معانا لون ذهبي جميل. مهم جدا ان احنا نستمر في التقليب وما نوقفش تقليب خالص عشان ما تتحرقش مننا، وتكون النار متوسطه عشان ما تحرقش السميد مننا. وكمان نقلب بسرعه، يعني نريح ايدينا حاجه بسيطه كده ونرجع نقلب تاني زي ما انتم شايفين كده لحد ما نوصل للون اللي احنا عاوزينه. هي اخدت معايا تقليب كده حوالي 5 دقايق لحد ما اخدت اللون الذهبي الجميل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. زي ما انتم شايفين اخدت لون ذهبي. هبدأ اضيف 3/4 كوب سكر وهرجع اقلب. هنستمر في التقليب لمدة دقيقتين لحد ما تاخد لون معانا والسكر يبدأ يسيح. مهم جدا زي ما اتفقنا ان احنا نستمر في التقليب وما نوقفش خالص عشان ما يتحرقش مننا، وكمان النار تكون هاديه. لما نضيف السكر نهدي النار. انا قلبت كده لمدة دقيقتين. هو كده القوام المطلوب بتاعنا، زي ما انتم شايفين اللون المطلوب. مش حابين ان لونها يغمق عن كده عشان ما يتحرقش معانا. اللون كده جميل جدا. هبدأ اضيف المية المغلية، مية نضيفها سخنة او مغلية علشان السكر يفك معانا وما يمسكش. هبدأ اضيف 2.2 لكوبايتين مية بالشكل ده. 2.2 مية، وهقلب كده بحيث ان السميد والسكر يفك معانا لحد ما يبدأ يفتت بالشكل ده. ضفت 2.2 مية وهقلبه كده لحد ما يبدأ يفتت ويتشرب معانا زي ما احنا شايفين. مهم جدا ان احنا نستمر في تقليبه بالشكل ده. خلاص كده زي ما انتم شايفين بدأ يتشرب. خلاص كده بقى مفتت معانا خالص. هبدأ اغطيه واسيبه شوية لمدة 10 دقايق متغطى عليه كده. بعد كده هتشوفوا زي ما انتم شايفين بقى مفتت خالص معانا ازاي. شايفين استوى كويس جدا وبقى مفتت وجميل جدا. هبدأ اطفي عليه النار. شايفين بقى ناعم جدا جدا. شايفين قد ايه ناعم. هطفي عليه النار زي ما انتم شايفين. وهبدأ دلوقتي اجيب بولة اي حجم عندي او اي مقاس، وهبدأ اضيف فيها واوزعه فيها بالشكل ده بحيث ان انا اغطي الاطراف كمان.
هجيب معلقة ستانلس وهبدأ اوزعه في البولة بالشكل ده، وهسويه فيها زي ما انتم شايفين. سويته بالشكل ده. هبدأ اضيف معلقتين ايس كريم او قشطة المتوفر عندي، وهغطيها كده، هضغط عليها، وبعد كده هبدأ اضيف معلقة تانية من السميد المفتت، وهبدأ اسويها وارتبها كده بالمعلقة، اضغط عليها كويس جدا عشان نكبسها كويس اوي مع بعضها. خلاص كده بقت جاهزة معايا. اجيب الطبق التقديم اللي هقدم فيه، وهبدأ اقلبها على الطبق بالشكل ده. شايفين شكلها جميل جدا. بعد كده هبدأ اضيف لها اي مكسرات متوفرة عندي او اللي احنا بنحبها، جوز هند، سوداني، اي حاجة متوفرة عندي. وكده بقى حلا السميد التركية بقت جاهزة معانا. وصفة جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين، وريحتها بجد تجنن، وطعمها حلو جدا جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.